الجمهور شكله عامل ازاي؟ هو جمهور جمهور الزمالك عظيم. انا بكلمك، انا بقالي 20 سنه في الزمالك يعني، فجماهير الزمالك علينا ده والله جماهير الزمالك السنه دي فعلا هي اللي عملت كل حاجه. كل ده ببلاش. جماهير الزمالك ادت درس في الانتماء. جماهير الزمالك بتشجع الزمالك عشان يكسب، والصبر طبعا مش بتشجعش النادي عشان بيكسب. انت شحات. في جماهير بتشجع النادي عشان بيكسب. في ايه؟ في جماهير اهو برضه لازم بقى يلقح على الاهلي، لازم والله العظيم بلقح لازم كمان مش هكلمك عن التاريخ، لو قعدنا نتكلم عن التاريخ هناخد حلقات. ماتش المصري والاهلي في برج العرب، شفت جمهور الاهلي كان عدده كام؟ على فكره دي حاجه عاديه جدا. جماهير الزمالك بتشجع الزمالك عشان يكسب. مين اللي قال كده؟ جماهير الاهلي بتشجع الاهلي عشان النادي الاهلي متعود، الجمهور متعود اللي هو يبقى رقم واحد، مش متعود، هو مصدوم اللي النادي الاهلي يبقى في مركز ثاني او ثالث. اما بياخد ثاني او ثالث يبقى كده خلاص هو فشل. والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. زي الموسم ده شوف على مستوى الالعاب الاخرى حقق ايه؟ 27 بطوله الموسم ده. طب ده كل البطولات، استحوذ على كل البطولات. جماهير الاهلي السنه دي حضورها زي جماهير الزمالك. ما تحل عن سمايا يا اخي، انت ما فيش وراك غيري ولا ايه؟ المصري ما راحوش وراه بالمشوار ده فاكر، ده كلام سوشيال ميديا، ده كلام بقى سوشيال. هو راح للسوشيال خلي بالك الطموح حلو. وارد في القدم اللي الكيرف بتاعه بيطلع ويبدا المنحنى بتاعه ينزل. طبعا الامر وانت راجل بتاع الكوره وعارف كده اللي بتاع ماتش سيراميكا والاهلي خلاص، مش محمود وقف اللي كان بيحكم الماتش مظبوط، ما حسبهاش ضربه جزاء في بطوله العالم، بطوله افريقيا للشباب نفس الكوره وحسبها ضربه جزاء. ابو عجله ضد معلال ولا ضد الاهلي؟ انا بص يا النادي الاهلي قوي. النادي الاهلي ما بقى قوي، اقسم بالله ما حد يقف قدامه.